السلام عليكم. النهارده هكلمك عن السبب الأساسي لغلاء الأسعار والوباء اللي احنا فيه. بس قبل ما أكلمك وأقول لك على الحل هسألك كام سؤال الأول وتجاوبني عليه. أول سؤال: علاقتك إيه بربنا؟ علاقتك إيه بجيرانك؟ علاقتك إيه بإخواتك؟ علاقتك إيه بالناس؟ طيب بتدي ربنا حقه؟ أنت اللي هتجاوب. بتدي للجيران حقها؟ مدي لاخواتك حقهم؟ مش واكل حقوق حد؟ انت اللي هتجاوب على الاسئله دي كلها. طب ليه انا بسالك عن الحاجات دي كلها؟ لان ده العامل الرئيسي في غلاء الاسعار، هو البعد عن الله، والجزاء من جنس العمل. هتطلع على ربنا خير هينزل لك خير، هتطلع على ربنا شر اكيد هينزل لك شر. بس سبحان الله بينزله لك بلطف شويه، بس احنا مش حاسين. الانسان والاشياء حواليه كفتين ميزان عند ربنا. لو قدرك عالي عند ربنا قيمة الشيء يقل، لو قدرك قل عند ربنا قيمة الشيء يرتفع. انت قدرك ايه عامل عند ربنا؟ انت اللي هتجاوب عن نفسك. بتتقي الله في كل حاجة، في اخواتك، في قرايبك، في جيرانك، بتدي لربنا حقه؟ والله العظيم انا حزين كل يوم اروح الجامع الاقيهم هم نفس الناس اللي بتصلي كل يوم. مفيش جديد. شبابنا ضايع بعيد عن ربنا. المشكلة فينا احنا، لاننا قدرنا قل عند ربنا. لما الغلاء زاد في الهند من سنين طويلة فراحوا للشيخ محمد الكندهولي، كان راجل داعية محترم هناك، فبقول له انا اغضب؟ قال لهم لا، اتقوا الله. انت لما قيمتك بتقل عند ربنا تعرف ان هي قلت من كتر الذنوب والمعاصي. لا في عدل بين الناس، لا في خجل وحياء بين الناس، لا في رحمة بين الناس. يبقى العيب فينا احنا سبب الغلاء، لاننا بعيد عن ربنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، صدق الله العظيم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، من أعمالكم سلط عليكم. طلعت خير لربنا هينزل لك خير. مين دلوقتي بيتقي الله؟ مين دلوقتي بيبقى جاره عارف ان جاره غلبان وفقير وبيحن عليه او بيبص عليه او بيسأل عنه؟ مين دلوقتي بيبقى جايب حاجة من بره، اي حاجة ما، وداخل بها بيته ما بيدارهاش عشان اخوه او ولاد اخوه يشوفوها؟ مين دلوقتي بقى في قلبه الرحمة؟ كلنا مقصرين، فما تعتبش على حد غير نفسك. وزي ما قلت لك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. جرب، ابدأ بنفسك، اتقرب لربنا. انا اولك، انا مقصر بس بحاول. عايزين كلنا نقرب لربنا يا جماعة. والله العظيم هو ده الحل الوحيد ان ربنا يرفع عننا البلاء ده، لان الغلاء والبلاء دون غضب من ربنا. فعايزين كلنا نرجع لربنا، كلنا نبص لنفسنا شوية. احنا مقصرين ولا لا؟ اكيد مقصرين. الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه لما واحد من الملحدين سأله بيقول له: اللي اعرفه عن الأمة الإسلامية
انها خير امه اخرجت للناس وان انتوا اعلى الامم. بس اللي انا شايفه العكس. رد الشيخ الشعراوي عليه وقال له ايه؟ قال له لاننا مسلمين وليس مؤمنين. في فرق كبير. كلنا في البطاقه مكتوب مسلمين. مين فينا المؤمن؟ مين فينا اللي بيتقي الله في كل حاجه؟ 1 في ال1000، بل يمكن 1 في المليون. عايزين نتقي ربنا وعايزين نقرب له وندعيه انه يرفع البلاء والغلاء عنا. ده الحل الوحيد والله. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. السلام عليكم.